انت مش عايز تتجوز ليه؟ فواحد بيقول والله ما انت عارف يا شيخ محمود، يعني الحاله الماديه صعبه جدا، والنهارده الجواز ما بقاش سهل. اقول لك انت غلطان. ليه بقى؟ المفروض ان انت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان ربنا هيكرمك بفضل الله سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى قال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. لو كانوا فقراء ربنا هيغنيهم. ولذلك سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول التمسوا الغنى في النكاح، التمسوا الغنى في النكاح. خد بالك بقى، وافضل القول بقى قول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني يقول كما عند احمد بسناد حسن ثلاث، خد بالك وركز معايا عشان يكون عندك ثقه ويقين في الله، ثلاث حق على الله عونهم. وكان من ضمن الثلاثه، خد بالك بقى، الشاب الذي يريد العفاف. الله اكبر. العون ده يا جماعه فوق الرزق، خدوا بالكم، يعني ولله المثل الاعلى. واحد شغال في شركه فيقولوا له مرتبك الاساسي عندنا 1000 جنيه، لكن في بقى علاوات استثنائيه وعلاوات اضافيه ومش عارف بدل مش عارف ايه وبدل مواصلات وبدل سكن وبدل في فلوس تانية بتيجي. خد بالك دي هو مش عامل حسابه عليها، دي ربنا بقى بيقدرها له. ولذلك فرحة الإنسان بالرزق من حيث لا يحتسب بتبقى أكتر من فرحته بمرتبه الذي يحتسبه. يعني واحد مرتبه 500 جنيه فراح عند الشباك عشان يقبض في آخر الشهر، ففجأة لقى الموظف بيقول له أدي المرتب ال 500 جنيه وفوق ده كله بقى في مكافأة 50 جنيه. فرحته بال 50 جنيه أكتر من فرحته بال 500 جنيه، لأن ال 50 جنيه رزق لا يحتسبه، هو مش عارف أصلا إنه جاي، فبتبقى فرحته بيه كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى العون زيادة على الرزق، يعني ثلاث حق على الله. من الذي أخذ هذا الحق على الله؟ هو الذي أخذه على نفسه سبحانه وتعالى، إن لما حد من الشباب عايز يتجوز ربنا يرزقه ويعينه. واسألوا الناس اللي اتجوزت، قول له كان حيلتك ايه لما جيت تتجوز؟ يقول لك والله كانت حاجات بسيطه قوي سبحان الله، واول ما عقدت على اخت فاضله صالحه بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا ييسر لي وارزاق بقت تيجي لي من هنا ومن هنا والشغل يجي من هنا ومن هنا، وربنا اكرمني وبفضل الله كونت بيت خلال 6 شهور او سنه. وانا سمعت حكايات كتيره بالمنظر ده، ربنا يا رب يبارك في الشباب المسلمين. التاني بيقول والله اصل انا بيني وبينك بقى ومعلش بقى خلينا صراحه مع بعض، انا ما عنديش ثقه ابدا في بنات اليومين دولت. اقول لك برضه تبقى غلطان، لان مش يعني زي المثل بيقول ده صوابعك مش زي بعضها سبحان الله. وياما في بنات كتيره جدا ولاد اصول ومتربيين وناس افاضل ومتدينين ومن اسر فاضله ومتربين اعلى تربيه، هتقول لي الاقيهم فين؟ اقول لك اتقي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يكرمك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رقم 3 قال لك بيني وبينك بصراحة وانا مكسوف اقول لك انا عملت حاجات وحشة كتيرة قوي قوي قبل الجواز، خايف اتجوز ربنا يخلصها مني في زوجتي او في بنتي. اقول له طيب ما تحسن الظن بالله وتتوب الى الله وتحسن الظن ان ربنا هيقبل توبتك وبالتالي لن تعاقب، ربنا يبارك فيك. يبقى ده ادعى ان انت تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى. وانا عايزك تركز في كل نقطة، وبسامحوني انا بجري بسرعة لان الوقت بيجري معانا بسرعة، والوقت الجميل اللي بقضيه معاكم كل يوم 3 حقيقي والله بيجري بشكل غير عادي. يعني انا حاسس ان انا لو قاعد معاكم 10 ساعات فعلا انا عن نفسي مش هشبع منكم، ربنا يا رب يجمعنا واياكم على الخير دائما. يبقى اذا نتوب ونحسن الظن بالله. الرابع بيقول بص بقى يا شيخ محمود، انا اتجوز ليه واتحمل مسؤوليه ليه؟ ما انا دلوقتي حر ومبسوط ومتمتع واخر انبساط والحمد لله رب العالمين. انا اتجوز المدام حامل، المدام بتولد، الاولاد تعبانين، الاولاد دخلوا المدارس، دروس خصوصيه، الجامعات، مشاكل الاولاد. طب وليه؟ ما انا مريح الاناني ومريح العظمتين ومريح الجمجمه زي ما بيقولوا، يعني واخد بالك، وقاعد مبسوط ومستكانيس كده والدنيا حلوه يعني الدنيا جميله، بدل ما اعكنن على نفسي. اقول لك غلطان. ليه غلطان؟ انت في كل حاجه مطلعني غلطان؟ طبعا ما دمت بتخالف هدي النبي تبقى غلطان، ده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. دي كلمه تخوف يا جماعه. ازاي انا ما اكونش على هدي النبي؟ ازاي النبي يقول فليس مني؟ ازاي ان انا اعمل حاجه توجب ان النبي يقول فليس مني؟ خد بالك كلمه كبيره جدا، الا اذا كان عندك عذر زي ما قلت لحضرتك ان انت ما تقدرش تتجوز لسبب مرضي، لسبب صحي، لسبب اخر، تبقى معذور هنا. لكن بزوال العذر لازم تتجوز. كان سيدنا ابن مسعود كان يقول ايه؟ كان يقول لو لم يبق من عمري الا 10 ايام وقد
وليس عندي زوجة لتمنيت أن أتزوج خشية أن ألقى الله عز وجل وأنا عازب يعني. ليه؟ لأن شرار الناس هم الأعازب إلا إذا كان بعذر كما يعني وضحنا قبل ذلك. طيب يقول لك أحمل نفسي مسؤولية ليه؟ أقول له أنت بتقول إن أنت مرتاح دلوقتي، عارف ليه؟ لأنك لسه شباب وفرحان بشبابك وصحتك وقادر تخدم نفسك وقادر تروح وتيجي وتعمل اللي انت عايزه. لكن عارف لما تكبر هتلاقي نفسك وحيد وتعبان ومحدش بيسأل عليك ولا حد بيشوف مصالحك ولا حد بيطمن عليك، هتحس بغربة ووحشة وهتحس بآلام شديدة جدا. علشان كده لازم تتجوز. وبعدين انا عايز اقول لك حاجة، انت بتقول وانا قاعد عازب كده ما شاء الله الحمد لله رب العالمين مفيش عندي مشاكل، قاعد مريح العظمتين ومبسوط والحمد لله ومتمتع. اقول لك بالعكس، ده انت تركت اعظم متعة في الدنيا كلها اللي هي ايه؟ اللي هي الزواج. ايه الدليل على كده؟ حديث النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال كما عند مسلم واحمد، قال الدنيا كلها متاع. الله، الدنيا كلها ايه؟ متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. الله اكبر، احلى متعة في الدنيا. وفعلا قعدت اتامل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل متاع الدنيا وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. لقيت فعلا كده. انت بتخرج بره تلاقي مشاكل ومشاغل والام واحزان، وده بيتامر عليك وده بيحقد عليك وده بيأذيك وده بيعمل، وترجع بعد كل عناء اليوم ده كله تلاقي ما شاء الله، تلاقي الزوجه الطيبه الوفيه المبتسمه الجميله اللي موفره لك العش الجميل الهادي النظيف والكلمه الحلوه والبسمه الحانيه هتلاقي نفسك بتنسى كل هموم الدنيا لما ترجع وترمي نفسك في حضن زوجتك الطيبه الوفيه بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 5 هي بقى اللي بتقول طب انا اتجوز ليه واخلي نفسي مذلوله ليه لواحد من الرجاله؟ ده الرجاله دول ما لهمش امان، ده يا مامنه مش عارف للرجال يا مامنه للميه في الغرفات. يعني ايه الامثله التعبانه اللي الناس بتقولها ديت؟ طبعا الكلام ده يعني كأن كل واحده في الدنيا بتتهم كل رجل بالخيانه، والكلام ده كله اصلا لا يجوز شرعا. تمام؟ وتقول اذل نفسي ليه؟ عشان ايه يعني اتجوز عشان هو محتاج انه يصرف عليا؟ الحمد لله انا مش محتاجه، ده انا موظفه قد الدنيا وباخد فلوس قد كده. والتانية هتقول ده انا الحمد لله، ده انا دادي رجل اعمال ما شاء الله ومرتبه في الشهر 300 جنيه. الله اكبر، ربنا يزيدك يا رب العالمين. يعني عايزين نقول ان ما فيش واحده تستغنى عن رجل يا جماعه، وما فيش رجل يستغنى عن امراه. ربنا يبارك فيكم، ما يستغنوش عن بعض في الحلال ابدا، حتى لو معاها كنوز الدنيا، حتى لو هي بنت اغنى واحد في الدنيا، ما تستغناش ابدا عن زوج يعفها وتعفه ويعيش معاها اجمل لحظات العمر ويعيشوا في انس وفي وداد ومحبه. محتاجين ان احنا نفهم المعنى الجميل دوت. علشان كده بنقول لا للعزوبيه، وداع للعزوبيه. عايزين نودع العزوبيه ان شاء الله في الحلقه